صارت لك قصة مشهورة، ألقيت على إثرها قصيدة طريفة عن الفتاة الهولندية واللي سألتها عن الوصف وكان معها كلب. من علمك بهاي السالفة؟ دوي. هذه دوي قالت لي. دوي هذه لها سالفة أبو عبد الله. احنا تعرف ابناء الشارع يعني خاصة احنا عيب نسولف ويا مرأة ونسألها ونسلم عليها، مع ان ما شاء الله المرأة حاضرة في قصيدك كله اللي هو بس على الورق. اكيد على الورق. اكيد على الورق بس بهولندا لا بالواقع. فزين شفت وحده، طبعا الشاعر يحب يستطلع، يصير عنده نوع من الفضول احيانا. قلبه خضر. ما ادري. ما تدري؟ من يدري يا جميل؟ القصيدة تدري. فأنا رحت شفت أجملهن، هن أطوال الهولنديات ومخصرات وخدودهن تقول يا ما ينوصفن بالجمال. طبيعة الجغرافيا أعتقد والجو. 24 ساعة تمطر، بس شلون مطر؟ ماكو يتناثر. المهم فشفتها تستعرض بالكلب مالها. الكلب مالها مهجن، ذيب بكلب. ذيب بكلب؟ نعم ذيب بكلب. فبلكي الناس تشوف الكلب وتحكي معها. انا يا كلب رحت عليها قبل دغري، رحت عليها قلت لاخواننا المصريين، قلت لها سوري مخك اتس فراخ بالهولندي، تسمحي لي العفو تسمحي لي بسؤال؟ هي ابتسمت بوجهي وضحكت قالت يا خراخ تفضل بكل سرور. قلت لها اني غريب، استعطفها انسانيا، غريب وما عندي في بلدكم وعندي موعد، هم يحترمون الموعد. اي زينا بالضبط. جدا ماكو ما نختلف احنا وياهم، بالعكس احنا علمناهم. قلت لها عندي موعد بال11:30 وعلى هذا الموعد يتوقف، اما ابقى في بلدكم او اروح على ارصفه بلجيكا اتسكى على ارصفه بلجيكا. قالت لا ما خليك تسكى على ارصفه بلجيكا، ادليك وين تريد؟ قلت لها اريد البلديه. البلديه هي حكم المقاطعه عندنا. الوالي مثلا. نعم ايه. طبعا انت ما تبي البلديه ولا شيء، لا ما اريد بس السولف. اريد اتشتم، اريد تحكي. نعم. اريد اشوف هذا حكيها مثل شكلها الحلو، هذا اللي اريده. قالت لي تندل الكنيسه، شوف هاي الكنيسه انا باوع على شكلها. اقول لها هواي كنايس، يا كنيسه منين؟ قالت لي التفت. طبعا ما تطالع الكنيسه. لا يا طالع على طولها، هي طولها طول كنيسه. فالتفتت قلت لها هاي الكنيسه. قالت لي مو اول شارع ثاني شارع، هاي البلديه روح. قلت لها ما اندليت، هي صارت مجبوره تدليني، وصفت لي مره مرتين ثلاثه، قلت لها ما اندليت. طبعا انت يعني استجمعت كل مكان من الغباء فيك عشان تعيد. تعيد وتسولف اريد تحكي. قالت لي بسيطه لا تقلق. طلعت البوك مالها وطلعت ورقه وقلم، رسمتني انا وهي والكلب، قالت لي دوله احنا ثلاثتنا. اي. وسوت لي خارطه وكذا. قالت خارطه الطريق. بقى الطريق. قلت لها سوري بخيل ليزن انا ما اقرا بعد، وبتقعد عندهم وقاعد عندهم لا تقرا ولا تسمع هذه شيء شكو قاعد بس طالع بنات بس طالع. قالت لي بكت، رسمت لي الخريطه لاندليت، وصفت لي قامت تبكي. قلت لها ليش بكيت؟ قالت حيرتني. ليش بكيت؟ قالت حيرتني، لو اوصلك لو افسح الكلب اختار. اوه قلت خيارات صعبه. اي قلت لها لا والله فسح الكلب هو احسن. قلت لها فسح. كتبت فيها قصيده. فكتبت هي ايش قالت لي؟ فرحت. قالت لي انت قالت لي دوي يعني باي باي، يقولوها الصبايا للشباب والشباب للصبايا. فانا بهذا العمر وقالت لي دوي صار بي. اختبصت. لا دويت. قلت لها سوري نو خنكير قوليها. قالت لي دوي. قالت دوي واستوى الماء يستوي. قالت دوي واستوى الماء يستوي، ومن تخزرك عين كانها تقول خجر ملتوي، والطول طول الخيزران، وشو كانها حيه ولو مشت تطوي طوي، والخدود تقول جوري، والنهد رمانها النوحان وقتك يا حوي، وانا عد روحي قوي، من شفتها تخربطت وتبريدت صرت انا والماكو سوي. كلمتها عود مثل الناس بالهولندي، اشتب لي في ميشل ميشوي، من فضلك ايها الصبيه. سكتت وما جاوبتني، دق عليها التليفون الخلوي، الشرد جاوب كلبها، وانا ما شايف كلب نبحه عوي مهجن. فرغت وردت علي بالهولندي، فليكلاند كوميي، من اي بلد جاي؟ فليكلاند كوميي او تسبراك حكيك عربوي، من اي بلد جاي؟ لفظك عربي. جاوبتها بالهولندي، اكزخ اوت ايراق،
اكزخ اوت ايراك الين فونن نيت سامن لا اللي صاحب ولا عندي خوي. قلت لها انا جاي من العراق اكزخ اوت ايراق الين فونن اعيش لوحدي نيت سامن ما عندي صديقه لا اللي صاحب ولا عندي خوي وانا امشي هرد لوبن سريع ريخ دور وللامام وما اعرف الدرب اللوي. عندنا كلمة فات يمر يقولوها يا للهول يا للمصيبة يا للكارثة. فات يمر ردت علي وكانها قالت وي علي وحيدك تعيش ببلدنا وتنزوي واحنا حتى كلابنا تعيش برفاه ويا البشر عاشوا سوا وسكنوا سوي. ايش مالكم صرتوا طشاش واحنا ندري ذراعكم ما يلوي. جاوبتها والخجل ند الجبين والدمع مو ما ينزل دموي. انا من بلاد الرافدين العاث بيها الحربوي وانا من شعب العراق الداخ من كثر الدوي وانا من شعب التحاصر والتعوق والتأثر بالإشعاع النووي. لا تهيجين الجروح عادي يا بني رعوي ولا تذكريني بهلي وطيبة هواهم واجترى الفرقة شود قلبي شوي. انا عطشان على دجلة شما شربت بمايكم ما ارتوي. انا عطشان على دجلة شما شربت بمايكم ما ارتوي. دوي